اهي دي بقى الاكله اللي بجد يتقال عليها اكله في ثانيه، حاجه كده ما شاء الله هتتعمل معاكي في اقل من ثواني. سهله جدا وبسيطه قوي قوي قوي. هتجيبي صدور فراخ متقطعه رفيعه. تمام، اهم حاجه ان هي تكون رفيعه عشان تبقى سهله معاكي زي البانيه كده، رفيعه كده. هتجيبي بقى طماطمايه وبصلايه وقرنين فلفل كده، لو حابه حامي حطي حامي بس وخلاص. هتجيبي بقى الحاجات ديت هتحطيها كده معاكي في صينيه. هتفضي الخضار بتاعك ده كده في صينيه، وتحط عليه ملح وفلفل وبهارات لو حابه، وتعجنهم كويس قوي قوي. اهم حاجه طبعا عشان ده هيبقى طعمهم خطير جدا جدا جدا، مش قادره اقول لك طعمهم بيروح في حته تانية من الحركه دي. هتبداي بقى كده تدعكيهم كويس قوي، وبعد كده بقى تنزلي عليهم بقطع الفراخ. تنزلي عليها كده تقلبيها برضو تتبليها معاها تتبيله حلوه كده. بس هترصي بقى الفراخ كويس قوي وهتدخلها الفرن بدون ميه بدون شوربه بدون اي حاجه خالص. هتدخلها الفرن، هي هتنزل ميه وهتنزل كل السوائل بتاعتها وهتستوي بيها. هتغطيها كويس وهتدخليها الفرن. مش هتقعد معاكي وقت قليل جدا جدا وهتطلعيها حاجه كده ما شاء الله. دي اكله بقى اسمها اكله المستعجلين، بسرعه كده سريع سريع. هترشي برده كمان رشه زيت خفيفه لو حابه، مش حابه ممكن تستغني عن الخطوه دي. وبعد كده بقى هتدخلها الفرن. تطلع معاكي سهله جدا جدا. هتاكليها بقى مع رز مع مكرونه مع عيش اي حاجه. أكلة سهلة وبسيطة جدًا، جدًا، جدًا. هتعمليها في أي وقت وسريعة جدًا، جدًا في أي وقت تعمليها. لو أول مرة بقى تتفرجوا عليَّ يا ريت دعم بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد إن شاء الله. كل سنة وأنتم طيبين وبخير يا رب دايمًا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.